ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وتكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طريقه للفراخ بجد، يعني لو جربتيها هتحبيها جدا وهتعمليها على طول ان شاء الله، يعني تتبسطوا بيها. طيب اول حاجه انا عندي هنا في المكونات بتاعتي، عندي هي تحس انها كتير بس هي مش كتير ولا حاجه. عندي بصل مفروم، وعندي زيت هحتاج بس معلقه. عندي كمان خل، وعندي ملح، وعندي فلفل اسمر. تمام. وكمان عندي دبس رمان. والمكون الاساسي اللي انا شايفاه هو الاساسي بتاعها صلصة الفلفل الاحمر. الصلصة دي انا عملتها معاكم البرطمان ده في شهر 8 اللي فات 2017. بقالها سنة وشهرين او داخل على 3 شهور اهو، ولسه زي الفل زي ما هي، وحطها في باب التلاجة. اكتبي بس في محرك البحث فوق صلصة الفلفل الاحمر مطبخ شروق، لان صعب عليا جدا ان انا اجيبها لكم لانها من زمان قوي، واحطها لكم اخر الشاشة. متهيألي مفيش حد على اليوتيوب كله عملها بصراحة، يعني انا ما شفتش خالص. الوصفة دي كانت بتاعة جدتي الله يرحمها، بتاعة الصلصة. المهم بقى هحط بقى معلقة من الصلصة زي ما انتوا شايفين. شوفوا لسه زي ما هي زي الفل وجميلة جدا ما شاء الله يعني. خلاص انا مش بستخدمها كتير بصراحة، بس لقيتها في التلاجة قلت يعني استخدمها وكده اخلصها يعني. تمام. حطيت البصل زي ما انتوا شايفين فرماه، وحطيت معلقة الصلصة، حطيت فلفل اسمر. هحط بقى الملح. بتظبطي بقى الملح انتي وبعد كده بتدوقيه كده. بعد ما تخلصي الخلطة كلها تشوفي محتاج ملح او لا. هحط حوالي فنجان خل او ربع كوباية خل، شوية خل كده حلوين. هبتدي بقى ان انا اقلبهم كويس جدا في بعض. بعد كده بقى هحط معلقة دبس الرمان، معلقة واحدة بس. طبعا لازم امزج كل المكونات مع بعضها. وبعد كده بقى هحط الزيت، يعني احط معلقة زيت واحدة بس، وممكن ما تحطيش زيت خالص يعني اللي يريحك. بعد كده بقى انا كنت نقع الفراخ ديت في يعني ميه وخل ومعلقه، يعني فنجان خل ومعلقه سكر ومعلقه ملح، 4 ساعات علشان تطرى كده يبقى لحمها طري. هعمل لها فتحات زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هحشيها. عايزه اقولك لما تيجي يعني تفتحي كده فتحات في الفراخ، فتحي الجلد اللحم نفسه، ما تفتحيش الجلد علشان يبقى شكلها حلو وانتي بتقدميها او كده يعني، ويبقاش الجلد بتاعها هو اللي مهري. بصوا الفتحات بقى اللي بتبقى في الصدر دي كده بتتحشي بتبقى خطيرة. هنزل بقى كده بكل التتبيلة دي، وابتدي برضو يعني ادعك الفراخ تاني كده بالتتبيلة ديت. جميلة جدا الطريقة دي بجد، لازم تجربوها تعجبكم جدا. ولو مش عندك صلصة فلفل احمر ممكن تحطي صلصة طماطم، بس الفلفل مديها طعم جنان. بصوا بقى طلعتها قبل ما استخدمها على البوتاجاز بحوالي ساعة. تمام، عشان بس تاخد درجة حرارة الغرفة ومش تتحروق الجلد بتاعها على طول اول ما تطلعيها من التلاجة على الطاسة كده غلط على طول. تسيبيها بس تفك تاخد درجة حرارة المطبخ كده او الغرفة يعني زي ما بيقولوا. وبعد كده بقى سخنت طاسة على النار وحطيت فيها معلقة زيت واحدة بس. انا عايزاها باقل دهون ممكنة، هديها بس لون، اديها لون بس مش اكتر، وبعد كده هسويها. طيب انا هعمل مع الفراخ دي، انا هعمل معاها فريك، وهعمل شويه مكرونه. الفريك ده انا اللي هاكله، وهعمل لهم هما شويه مكرونه. طبعا انتي بقى الفراخ دي ممكن تعملي بيها اي حاجه، بس طبعا مينفعش تاخدي منها شوربه.
زي ما انتوا شايفين كده خدت لون. هبتدي انزل بقى بالخلطه بتاعتها، واحط كمان نص كوبايه ميه بس، مش هزودها ميه تاني خالص. تغلي غلوتين تلاتة كده، واوطي عليها بقى واسيبها تستوي على راحتها. بعد ما استوت كويس خالص حطيتها في الشوايه زي ما انتوا شايفين اهو، تاخد بس لون وكده. وبعد كده حبايبي بصوا شايفين بقى اللون الجميل بتاعها. ده كله من معلقه الصلصه بس، انا ما حطيتش اي حاجه زي ما انتوا شفتوا، معلقه الصلصه مش اكتر. مفحمايه على النار، حطيتها. هحط عليها معلقه زيت او يعني شويه زيت، خلاص، واغطيها كويس واسيبها بقى ايه تاخد ريحه الفحم الجميله دي. بصوا خلاص بقى بعد ما الفحم كله ريحته خلصت، هغرفها عادي جدا. بجد الطريقه دي حلوه جدا، يعني انا معتمده على طعم الفلفل، صلصه الفلفل. بجد الصلصه دي يمكن ناس كتير جدا منكم مش هتكون عارف، يعني هتكون عارفاها، بس بجد جربوها هتعجبكم جدا. بس زي ما قلت لكم اكتبوا كده في البحث صلصة الفلفل الأحمر مطبخ شروق، علشان يظهر لكم الصلصة بتاعتي. عايزة اقول لكم ان في متابعة قالت لي ان اسم القناة بتاعي بالانجليزي، فان انا اغيره وكده. اكتبي اي حاجة انت عايزة تبحثي عنها، واكتبي مطبخ شروق هيطلع لك اي حاجة انت عايزاها. شكل الفراخ بجد حلو جدا زي ما انتوا شايفين. ودوت شكل الاكل بتاعنا، الفراخ، وعملت معاها مكرونة، عملت بطاطس، ودي الفريك بتاعي. يا رب يكون عجبتكم وصفة الفراخ، جربوها تعجبكم جدا ان شاء الله.